بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم خواتاتي معايا في القناة. ان شاء الله تكون اموركم بخير على خير. اليوم غنشارك معكم الخبز بالخميرة البلدية تحت طلب ديال العديد من الاخوات اللي طلبوا مني نصيب معاهم او نشارك معاهم الخبز بالخميرة البلدية اللي سبق ليا وحضرت معكم في القناة. ان شاء الله اخواتي غنجاوبكم على جميع التساؤلات اللي طرحتوا عليا في الكومنتات في هذا الفيديو هذا اللي نال ما شاء الله على مشاهدات عاليه. كيفاش نحضروا الخبز بالخميره البلديه، شحال الكميه ديال الخميره اللي غنحضروا بها الخبز، شحال المده ديال طريقه الاحتفاظ بهذه الخميره، شحال نحتفظوا بها الا كنعجنوا مره واحده في كل يومين او لا كل 3 ايام او لا مره في الاسبوع او لا مره في الشهر. اخواتي غنجاوبكم على جميع التساؤلات كلهم. دوك التساؤلات اللي جاوني في هذاك الفيديو غنجاوبكم عليها اليوم ان شاء الله. غير تبعوا معايا الفيديو الى النهايه، فيه بزاف ديال النصائح بسيطه ولكن كتعطي الفرق كبير. ان شاء الله تجربوا اخواتي هذه الطريقه وتنال اعجابكم، لان كيجي الخبز بالخميره البلديه رطب خفيف هشيش سريع التخمير اقل حموضه ولذيذ بزاف. وان شاء الله تجربوا اخواتي وينال اعجابكم. ودائما الطلبات ديالكم على راسي وعينيا. اللي بغى شي حاجه يكتبها لي في الكومنتير ونوجدها ليه ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. غندوزوا لطريقه التحضير لانه هو ما فيهمش مقادير كما كتشوفوا معايا بالنسبه الخميره البلديه على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا. الفيديو كامل كما شرحتها فيديو مفصل غنخليه لكم في رابط في صندوق الوصف اخواتي كيفاش توجدوا الخميره البلديه. بالنسبه لي انا هنا عندي الخميره البلديه كميه قليله كما كتشوفوا معايا وبقى لي مده ما عجنتش بها. اليوم بغيت نعجن بها. كديرها في الثلاجه، خرجتها باش نشارك معكم الطريقه باش تخدموا بها، كيفاش نخدموا بها بطريقه سهله بزاف وكيفاش تعاملوا معها اخواتي مع نصائح. خصوصا دابا البرد كتحتاج معامله خاصه كيفاش تخمر لينا بطريقه سهله. يعني كندير له واحد الحيل باش كتخمر لينا كما كتشوفوا معايا اخواتي. هكا على هذا الشكل هذا خامره والكميه كما قلت لكم قليله. هنا هذه المرحله انا درتها معكم بالليل اخواتي، يعني نتوما غديروا هذه المرحله بالليل على اساس الغد لي غتعجنوا بها. هنا خديت تقريبا انا ما عبرتش ولكن تقريبا واحد نص كيلو 500 غرام ديال القمح بالنخاله ديالو ولا الدقيق القمح بالنخاله ديالو. هكا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. هكا هذا القياس على حسب باغا ديروا 2 خبزات او 3 او 4 على حسب نتوما شنو غتوجدوا الغد ليه. بالنسبه لي انا غنوجد هنا يعني واحد 4 الخبزات كبار او 6 صغار. خديت نص كيلو ديال القمح بالنخاله ديالو اخواتي ولا الدقيق القمح الكامل. غنزيد عليه ديك الخميره. وهنا الخميره ما عنديش بزاف كما كتشوفوا معايا، عندي تقريبا واحد 2 المعالق 3 المعالق كبار على الاكثر، يعني ماشي بزاف. درتها على داك القمح وخليت هادشي اللي لاصق في القرعه كما كتشوفوا معايا هكا. فقط هادشي اللي في القرعه خليه هو اللي بقى غنخليه على جنب. غناخذ ديك الخميره اللي درت في داك الاناء على القمح او على الدقيق، غنزيد على الماء دافي يكون شويه سخون دابا البرد، يعني نخليوه شويه كيكون سخون صافي. وكنبقاو نزيدو تقريبا واحد 3 كيسان او 4 على حسب النوع القمح ولا الدقيق صافي. المهم كنخلطو مزيان مزيان ديك الخميره مع ديك الكميه ديال الدقيق. كما قلت لكم هذه المرحله كنديروها بالليل على اساس نعجنوا بها الغد ليه. هانتوما اخواتي على هذا الشكل هذا هكا حتى كنحصلوا على هذا القوام. كتكون العجينه مرخوفه هكا يعني كما كتشوفوا معايا. هذا هو القوام ديالها هكا صافي. في هذه المرحله هذه صافي هذه المرحله درتها بالليل. وهنا يمكن لكم ديروا التمر الا بغيتوه يجيكم تخمير اكثر سريع. هي على العموم كتخمر بهذه الطريقه ولكن حتى لو ضفتوا التمر غيكون احسن صافي. انا ما ضفتش التمر، غنغطيها وغنخليها هكا كما كتشوفوا معايا. هنا صافي الغد لي غنلقى هاد الخميره ضاعفت يعني ولا عندي الخميره عطاتني كميه كبيره. غنخليها على جنب وغنرجع معكم داكشي اللي بقى في القرعه اولا ديك الانيه ديال الزاج كما كتشوفوا معايا هكا. هذا اللي بقى هذا هو الخميره اللي غنوجدو المره الجايه. هانتوما اخواتي على هذا الشكل غنضيف عليها دقيق القمح الكامل بالنخاله ديالو. وهاد المرحله هاد المراحل يمكن لكم ديروها حتى بالشعير حتى بدقيق الشعير اخواتي. هكا كتصبوها على في داك الاناء وكتزيدوا على الماء اللي كيكون غير سخون يعني ماشي دافي ولكن شويه سخون، ما يكونش كتير بزاف سخون باش ما يقتلش لكم المفعول ديالها وفي نفس الوقت ما يكونش بارد باش يخليها تفاعل. هكا اخواتي كنخلطوا على هذا الشكل هذا هكا صافي وكنخليوها كنغطيوها وكنخليوها حتى هي على جنب. بالنسبه ليا هذه كتبقى دائما خميره موجوده ولو الكميه قليله يعني هي دائما راه موجوده هكا. كنخليها تما من بعد كنغطيهم وكنخليهم حتى الغد ليه. دابا حنا في الصباح الغد ليه كما كتشوفوا اخواتي هكا كتشوفوا ان هاد الانيه ها نتوما
انا قربت لكم الصوره باش يبان لكم الفرق. شوفوا هنا في الصباح ما شاء الله كتلقاو ديك الخميره ضاعفت، والحجم ديالها كيفاش ولا وخمرات. هانتوما كنوريكم من ديك الانيه ديال الزاج وكتشوفوا الشكل ديالها كي داير، يعني خمرات اخواتي وتفاعلات بزاف هكا بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا هكا. بالنسبه للكميه ديال الخميره اللي وجدت معكم بالليل حتى هي بدات كتخمر اخواتي هكا صافي. ويمكن لكم هنا تزيدوها واحد التمره ملي خلطوها، تزيدوها تمره هكا ولا تخلوها ماشي مشكل هكا حتى هي كتخمر. غير هي كتكون احنا دابا دازت خاصها دوز 24 ساعه باش كتعطيكم مفعول اكثر. حنا دابا تقريبا واحد 10 سوايع هكا اللي باش خلطها كنحصلوا عليها على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا اخواتي. بالنسبه لهاد الخميره سواء كتعجنوا على حسب ظروفكم، على حسب تعجنوا كل يومين كل 3 ايام، يعني على حسب الظروف ديالكم. كل مره ولو تعجنوا مره واحده في الاسبوع على حسب ظروفكم اخواتي. المهم الا كتعجنوا يوميا غتخلوها غير في سطح العمل في مكان هكا مطرف، اولا كتعجنوا كل يومين كل 3 ايام او كل. اما الاسبوع غديروها في الثلاجه وغتحتفظوا بها وغتبقاو ديروا بها جميع المراحل اللي دزنا منها. فما غتعجنوا ديروا بها بنفس الطريقه. صافي اخواتي حيدنا من الخميره غندوزو للخليط اللي وجدنا. ها نتوما اخواتي كما كتشوفوا معايا هكا تفاعل وتختمر. وبالنسبه لهداك الكميه ديال الماء اللي تفصلات على داك الطحين ماشي مشكل، كنخلطوا هكا وكنحصلوا على هذه مفعله خامره وواجده باش نوجدوا بها الخبز اخواتي. ها نتوما كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل ما شاء الله، يعني خمرات ووجدات هنا الكميه. وكما قلت لكم ولا يتفصل الماء ما عندكمش مشكل، كنخلطوا من بعد وكيولوا ينسجموا. هنا عندي كميه ديال القمح بالنخاله ديالو هكا، وعندي كميه ديال الفرينه. يعني الكميات تقدروا ديروهم متساويين على حسب الذوق ديالكم، يكونوا بحال بحال، يعني القياسات بجوج بحال بحال، او لا اللي عجبكم قووا كميه على كميه على حسب الاختيار ديالكم اخواتي. خلطوا هكا حتى نسجموا. وهنا غنزيد واحد المعلقه ديال حبه حلاوه والنافع، كنسخنوهم اولا كنصهدوهم في المقله ضروري باش كيعطونا واحد التنسيم قوي وريحه مجهده هكا. هادو كيضيعوا لينا ديك الحموضه ديال الخميره البلديه، كيعطيكم واحد الخبز منسم رائع هكا. هاد الاضافات ديال هاد المنسمات كيعطيكم خبز لذيذ بزاف مع مذاق الخميره، ومع هاد المذاقات كيجي رائع اخواتي. صافي كنزيدوا على الطحين وكنزيد هنا الملح على حسب الذوق ديالكم هكا. صافي كنخلطهم على هذا الشكل هذا. صافي اخواتي كما كتشوفوا معايا من بعد غناخذ الخميره اللي سبقنا وجدنا بالليله من قبل كما وريتكم في الفيديو، غنصبوها فوق داك الخليط اولا داك الدقيق اللي في القصريه هكا. انا اخواتي الفيديو كنهضر فيه بزاف اولا كان طولت عليكم، ولكن غير بغيت نجاوبكم على جميع التساؤلات باش ننجح معكم باذن الله. بالنسبه لهنا كما شفتوا زدت ديك الخميره فوق داك الدقيق. الاساس اللي ضروري يكون النص قد الخميره البلديه قد الطحين اللي غتزيدوا، الا ما كانش اكثر. بالنسبه للخميره البلديه ما خصهاش تكون قليله، تكون اكثر من الخبز اللي غتوجدوا. كما قلت لكم اخواتي هنا غنحط حدايا الماء ملي غنحتاج ماشي بزاف صافي، وغنجمع هاد الخليط بالخميره البلديه فقط. هنا ما تكونش خميره اقل، يعني الا ما كانتش نص تكون اكثر من نص، يعني ما تكونش اقل هكا باش كتحصلوا على تخمير سريع. هانتوما بعد ما خلطت ديك الخميره مع الدقيق هادشي اللي بقى ليا كما كتشوفوا معايا الكميه قليله، غنزيد على هاد الكاس ديال الماء الدافئ، ما يكونش بارد شويه ولكن يكون سخون حيت الجو دابا بارد والخميره كتكون بايته يعني في سطح العمل كتكون حتى هي بارده، يعني كيكون شويه سخون هكا باش كنجمعوها نتوما اخواتي فقط. اذا حنا هنا شنو درنا؟ كانت الخميره بزاف اكثر من الدقيق اخواتي هكا صافي. وهنا الخبز بالخميره البلديه كيبغي يدليك ضروري تدلكوه واحد 5 6 دقائق هكا، كنعطيوه شويه الخاطر وكندلكوه على هذا الشكل هذا هكا كما كتشوفوا معايا. هذا هو القياس. وبالنسبه للخميره البلديه اخواتي راه كتبقى كتلتصق في اليدين هكا ماشي بحال الخبز العادي. صافي كنجمع الكميه ديك العجينه هكا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، وكنغطيها كندير واحد الانيه ديال الزاج هكا اولا المهم غطيوها تكون مزموته مزيان صافي على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا. وكنخليوها واحد نص ساعه كتكون خامره اخواتي. والحيله اللي يمكن لكم ديروا في هذه المرحله هذه كما قلت لكم دابا الجو ديال الشتاء والبرد يعني ما كتخمرش بسرعه، كناخذ هاد القصريه هذه كما كتشوفوا معايا اولا الاناء اللي عجنتو فيه اللي خليتوها كتختمر فيه، غتاخذوا المقله كديروا فوق البوطه كتسخن مزيان مزيان وكديروا على ديك القصريه وكتطفيو البوطه وكتخليو المقله سخونه. هادو حيل باش كتخليو ديك الخميره
يعني تعطي تفاعل اكثر. ها انتم اخواتي كتحطوا عليها وكتغطيوها مزيان وكتخليوها. هذا الشيء اللي درت معاه انا، دازت نص ساعه كانت خمرات على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا هكا بهذا الشكل هذا اخواتي ما شاء الله. يعني خمرات في نص ساعه كما كتشوفوا معايا هكا بهذه الطريقه هذه ما شاء الله. يعني هنا صافي خمرات. هنا غناخذوا واحد الكميه ديال المعادن الروبيني كنبقاو نديروا في يدينا خيط الخبز بالخميره البلديه اولا العجينه بالخميره البلديه اخواتي كتكون كتلتصق باليدين بزاف. هنا صافي كنقطعوا الخبز القياس اللي بغينا نديرو كما قلت لكم. انا هنا آه آه غندير 4 الخبزات كبار اولا 6 صغار، المهم على حسب الذوق ديالكم. انا غندير هنا 6 هكا كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. كنديروا الطحين اللي بسميده بالبوله على حسب الذوق ديالكم. بالنسبه لي انا درت القمح بالنخاله ديالو هكا، وهذا هو القياس اللي خديت. دائما كنغمسو يدينا في داك الماء خيط كما قلت لكم كتكون كتلتصق، وهي ما خصهاش تكون مرخوفه بزاف في العجينه لانها كتطلق بسرعه. ها انتم اخواتي هكا بهذا الشكل هذا كنلولبوها اولا كنجيبوها على هذا الشكل هكا. والكميه كما قلت لكم يعني نتوما الكميه اللي غتبغوا توجدوها ديال الخبز هي المرحله اللي غديروا المره الاولى بالليل. يعني غتوجدوا 4 5 10 على حسب اللي غتوجدوا. المهم نديروا نصها. الخميره اللي غتوجدوا قبل هي اللي غتزيدوا نص ديال الدقيق الغد ليه. صافي اخواتي كنجمعها على هذا الشكل كنلولبها وكنغطيها في هذه المرحله وكنخليها ترتاح باش نقرصوها. صافي كنرجعوا كنقرصوها كما كتشوفوا. الخبز بالخميره البلديه ملي كيبدا كيخمر هو ملولب كيبدا كيتفلح اولا كيتفرقع كيجي بحال ديك غريبه. يعني ما تخلوش في هذه المرحله يتعطل بزاف باش ما يتفلحش لكم داك من الفوق ديالو ولا يتشقق كما كنقولوا. صافي كنقرصوه هكا. بالنسبه للخبز بالخميره البلديه اخواتي ما كيبغيش يكون رقيق بزاف لانه ما كيجيش يعني ما كيجيش زوين كيجي قاصح بزاف. يعني قرصوه في القياس. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الخبز رقيق بحالي يعني راه الا رققوه بزاف غيجيهم رقيق بزاف. خلوه شويه باش يجيكم هو هذاك. فهمتوني اش بغيت نقول لكم؟ يعني ما تقووش ليه ما ترقوش بزاف. يعني خليوه شويه غليظ هكا باش تجيكم فيه البابا. صافي كنغطيه على هذا الشكل وكنخليه يختمر واحد نص ساعه اخرى على حسب الجو ديال اللي كاين عندكم. بالنسبه لي انا هنا فرشت ليه مزيان وغطيته وخليته خمر مزيان. نتوما هاد المرحله يمكن لكم ديروها في لاطات وتدخلوها تسخنوا الفران مزيان وتطفيوه وتقرصوا الخبز وتخليوه يخمر فيه ديك نص ساعه يخمرها لكم في الفران اخواتي. فهمتوني اش بغيت نقول؟ هنا كناخذوا ديك اللي كنطرحوا بها الخبز ديك البالا كنطرحوا فيها الخبز على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا وكنرش هكا بالماء. هاد الحيله كنديرها انا في الخبز باش يجيني محمر الوجه ديالو كيجي رائع. صافي من بعد كندير ثقب في داك الخبز هكا بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. صافي كنطرحوه في الفران بنفس الطريقه. وكما قلت لكم هاد المرحله ديال تقرصوه ديروه في لاطات ودخلوه الفران يكون سخون وطفيوه وخلوه يخمر. بالنسبه للناس اللي يعني اول مره يخدموا بالخميره البلديه يصبروا معها ويعطوها الخطر ان شاء الله ينجح معهم هذا الخبز هذا. انتم اخواتي هنا انا طرحته في الفران كما كتشوفوا معايا. ضروري الخبز بالخميره البلديه يطرح في الفران سخون بزاف عالي سخون بزاف نقص ليه العافيه المتوسط شويه وكنخلوه يطيب. كيحتاج وقت طويل باش يطيب وكيحتاج عافيه مجهده ما يبغاش عافيه تكون ناقصه اخواتي. صافي من بعد ما كيطيب كيخرج على هذا الشكل ان شاء الله اخواتي كيجي رائع. تجربوه ويعجبكم باذن الله كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل هذا. كما قلت لكم بالنسبه ان طيبتو في الفران ديال الغاز الا كنتو طيبوا في فران الضو ديروا اولا فران كهربائي ديروه على يعني السرعه اولا على حراره عاليه باش كينجح معكم. الخبز بالخميره البلديه كيحتاج انه يكون يطيب في درجه عاليه الحراره يعني باش كيجيكم مرطب وخفيف. الا كان فران ناقصين ليه ولا فران ما سخونش مزيان راه غيجيكم قاصح اخواتي. كما كتشوفوا معايا انا هنا حليت معكم باش نوريكم الخبز كيفاش كيجي من الداخل كيجي رطب خفيف ورائع. وما نقولش لكم على ديك التنسيمات اللي درنا فيه مع داك الريحه ديال الخميره البلديه كيجي فيه واحد الريحه رائعه والمذاق لذيذ بزاف. ان شاء الله اخواتي تجربوه من اعجابكم. هنا غنحل معكم قربت لكم الصوره باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. كيجي رائع اخواتي رطب وخفيف. كنتمنى نكون جاوبت على جميع التساؤلات اللي سالتوني على هذا الخبز او على طريقه الخميره البلديه كيفاش نخدموا بها كيفاش نحتفظوا بها.
جميع التساؤلات أخواتي، إن شاء الله نكون توفقت بإذن الله أنني نجاوبكم عليها، وإلا بقى عندكم شي سؤال خلوه لي في الكومنتير. إن شاء الله تجربوا أخواتي هذا الخبز وينال إعجابكم بإذن الله. بالنسبة للفيديو ديال الخميرة البلدية غنخليه لكم في صندوق الوصف، وسبق لي وجدت معكم البطبوط بالخميرة البلدية غنخليها لكم في صندوق الوصف. إن شاء الله تجربوهم أخواتي وينالوا الإعجاب ديالكم. ما تنسونيش من جيم. خليتكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.